اختبار الايلتس عبارة عن 4 أجزاء: speaking و listening و writing و reading. النهارده هنتكلم عن جزء الرايتنج في أقل من دقيقة. اختبار الرايتنج بيبقى عبارة عن جزئين. أول جزء بيبقى مختلف شوية بين الجنرال والأكاديميك ايلتس. في الجنرال ايلتس أول جزء بيبقى عبارة عن كتابة خطاب. ممكن الخطاب ده يكون رسمي أو غير رسمي. رسمي زي مثلا إن أنت تكتب خطاب لجهة العمل اللي أنت شغال فيها علشان تستقيل من الشغل. غير رسمي زي مثلا إن أنت تكتب خطاب لصديقك علشان مثلا تدعوه لحفلة عيد ميلادك. انما في الاكاديميك ايلتس الجزء الاول بيبقى عبارة عن ان هو بيديك جدول او جراف او خريطة مثلا، وبيطلب منك ان انت تترجم البيانات اللي في الجراف دي في رايتنج، في مقال. الجزء الثاني من الرايتنج هو في الايلتس الجنرال او الاكاديميك، وهو عبارة عن ان انت بتكتب مقال اكاديمي. يعني هو بيديك موضوع وانت بتكتب عن الموضوع ده، زي مثلا التكنولوجيا هل هي مفيدة او ضارة لحياتنا. اهم حاجة في اختبار الرايتنج هي تنظيم الافكار وتقسيم الرايتنج بتاعك لفقرات، وكمان استخدامك لجمل وكلمات متنوعة. لازم تبين ان انت عندك تنوع في اللغة بتاعتك. بس كده، ما تنسوش تتابعوني وتعملوا لايك وفولو وشير وكل الحاجات دي. باي.